ايه رأيكم في القمر ده؟ يلا بينا نعمل الحاجة الحلوة الجميلة. القمر دي بصوا، شايفين الشكل عامل ازاي اهو. تحفة تحفة وجميلة جدا. احلى صينية بسبوسة بالمانجا، شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. بصوا، ولا لبن، كله بالمية. احنا عايزين نوفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين طالع ازاي؟ طالعه ازاي من الصينية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، شايفينها مرمله ازاي البسبوسه بتاعتنا بالميه. شايفين تحفه، والطعم تحفه ما شاء الله اللهم بارك. ما اقولكوش على الطعم. واقفين حواليا مستنينا. بصوا دايبه ازاي البسبوسه بتاعتنا، ولا لبن ولا زبادي، بالميه. احلى صينيه بسبوسه بالمانجا ما شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعملها معاكم. وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. ده حياتي وده شغلي. وتقولوا لي بتتابعوني من اني بلد. يلا بينا يا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي نعمل معاكم البسبوسه بتاعتنا. معانا نص كيلو من دقيق البسبوسه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هننزل عليه ب3 معالق كبار من جوز الهند. اللي ما عندوش جوز الهند مفيش مشكله، ممكن نستغنى عنها عادي. تمام. هننزل عليه رشه بسيطه، بصوا اقل من نص معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام اهي. هنقلب بقى كل المكونات. خلصنا كده المكونات دي. هنخش بقى في الخطوه التانية. شفشق الخلاط بتاعنا هننزل بيه في كوبايه ميه. كل الكوبايات تبقى قد بعضها ونفس المقاس، يعني كلهم 250 جرام. تمام. كوبايه سمنه، دي سمنه بلدي. اي سمنه عندك، عايزه تحطي نصها سمنه ونصها زيت مفيش مشكله. كوبايه سكر. هنضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط. احنا عايزين اللون ده يبقى فاتح، يعني لون فاتح كده زي الكريمي بالظبط. بصوا خليناها اللون ده. السمنه تكون سايحه مش سخنه، يعني دي معلومه بعرفها لكم عشان ما فيش حد يعملها سخنه قوي، يسيحها سخنه قوي. لا، تكون سايحه عادي بدرجه حراره المطبخ. هننزل بقى بالخليط السائل على دقيق البسبوسه وهنقلب كويس. احنا عارفين طبعا كلنا ان البسبوسه ما بتحبش التقليب الكتير. الخليط بتاعنا خلص بالشكل ده كده. احنا مش هنسيبه لحد ما يمسك عشان هو معمول بميه. تمام، عشان ما يمسكش معانا والبسبوسه تطلع مننا ناشفه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا مقاس 30، دهنينها دهنه من السمنه زي ما احنا شايفين كده اهو. وهننزل بقى بالخليط بتاعنا على طول. طبعا احنا مشغلين الفرن على درجه حراره 200، الرف التحتاني. هنفرك كده بالشكل ده كده. نأسف للصوت العالي. بصوا بس لازم الدبه دي كويس عشان ايه ترتاح براحتها اهو. تمام كده 3 مرات كده. هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 200. هندخلها بقى الفرن على طول معانا. هنبتدي بقى نعمل الشربات بتاعنا. معانا كوبايه ونص من السكر، نفس الكوبايه دي اللي هنعاير بيها كل حاجه. وادي نص كوبايه. نفس الكوبايه هنعاير بيها الميه. وادي كوبايه ميه. وادي نص. هنقلبهم بقى مع بعض كده. هندوبهم احنا كده كأننا بنعمل ميه بسكر بالظبط. هندوبهم على طول بالشكل ده كده. خلصنا بقى ودوبنا السكر بالشكل ده كده في الشربات. هنحطه بقى على النار لحد ما يغلي معانا غلوتين. وبعد كده هنقول لكم هنحط ايه تاني. الشربات كده معانا بقى تمام زي الفل كده، شايفين بالشكل ده كده. هننزل عليه بمعلقه كبيره عسل كلوكوز. ما عندكيش عسل كلوكوز حطي معلقه عسل ابيض كبيره. تمام. او لو عندك شربات قديم تقيل حطي. تمام زي الفل كله شغال ما بيقولش لا اهو. بصوا بالشكل ده اهو. احنا عايزينه خفيف زي الميه ام سكر كده بالظبط، شايفين اهو. هنقفل بقى عليه النار وهنسيبه لحد ايه ما يبرد ونشوف البسبوسه بتاعتنا.
البسبوسه لسه بتاعتنا، بصوا لسه احنا كل ده مشغلين من تحت، لسه ايه ما احمرتش من الجناب. اول ما تحمر من الجناب على طول هنشغل الشوايه. البسبوسه بتاعتنا طلعت اهي ما شاء الله اللهم بارك. خدت بالظبط يعني ايه ما كملناش النص ساعه الا 5 دقايق. بصوا شايفين تحفه. هنسقيها بقى على طول بالشربات. هننزل بقى بالشربات بتاعنا واحده واحده كده بالشكل ده كده. سامعين؟ مش هنسيب اي ايه حته، هنسقي كله. هنسيبها بقى تشرب في الشربات بتاعها وهنوريها لكم. هنعمل بقى طبقه الكريم شانتيه. نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام. معانا كوبايه ميه مزودين عليها 3 معالق كبار سكر وبنقلبها كده كويس. دي ميه ساقعه متلجه. هننزل بنص الكوبايه، مش هننزل بالكوبايه كلها. تمام. وهنشغل معانا. خلصنا الكريم شانتيه بتاعنا اهو. بصوا شايفين يطلع قمع معانا اهو. شايفين اهو. بالنسبه بقى ان المانجا اللي عقلت والطماطم اتجننت، فاحنا اليومين دول هنقضيها اكل فاكهه عشان الخضار غلي شويه. معانا 3 مانجات دول هنقطعهم وهنوريهم لكم. بصوا بالشكل الجميل ده. شفتوا؟ هنسيب بقى البسبوسه بتاعتنا وتبرد خالص، هي لسه سخنه. بعد كده هنزين معاكم. البسبوسه بقى بتاعتنا بردت. ايه بقى؟ هنحط الكريم شانتيه. حط كله مش هنسيب حاجه. نفردها بقى بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، كمان مش محطوط لها فانيليا ولا الشربات معصور عليه ليمون. بقى هنزين المانجا بتاعتنا. شايفين الشكل الجميل ده تحفه ازاي؟ شايفين؟ بصوا شايفين يا حبايبي عامله ازاي؟ بصوا شايفين؟ ايه رايكم في القمر ده بقى؟ ايه بقى رايكم؟ حاجه تحفه. متنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. ده حياتي وده شغلي.